جليتش الكونكر الجديد. تابع معايا الفيديو للنهاية عشان تستفيد. بس قبل اي حاجة اتمنى الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وانزل حالا كده اعمل لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل لنا الاشعارات على الكل، واقول لك سبب تفعيل الاشعارات على الكل لان احنا يا صديقي يوميا بننزل اكواد شحن شدات ببجي مجانا في الكومنت المثبت بعد نزول الفيديو ب5 دقايق. يعني يا صديقي اول ما يوصل لك اشعار بالفيديو ادخل على الفيديو حط لنا اللايك الجميل واستنى الكومنت المثبت، وان شاء الله هتقدر تستفيد من الفيديو. طيب يا اخواتي عشان ما اطولش عليكم بقى تعالى ندخل في شرح النهارده. ايه ازارو جليتش الكونكر الجديد ده وايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني احنا هنقدر نعمل جليتشات ونطلع بيها الكونكر؟ ايوه يا صديقي، هقول لك النهارده على كام خدعه كده ان شاء الله هيقدروا يساعدوك في التقييم بنسبه 90%. طب وال 10% التانية؟ لا ال 10% التانية بقى بتعتمد على لعبك انت بصراحه عشان ما اكدبش عليك. ولكن يا صديقي عايز اقول لك حاجه مهمه جدا جدا، ان تقييم الكونكر ده يعني مش عايز حد يمل. يعني انت صديقي لازم عشان تلعب على الكونكر ما تملش نهائي، لازم تلعب كده وانت مستريح، وانت تلعب يا صديقي وانت مش متضايق. وعايز اقول لك حاجة تاني مهمة جدا، لما تنزل جيم وتاخد تسون بلاش، او تاخد سالب عموما يعني، بلاش تلعب تاني. ابدأ في اللعبة استريح شوية مش عارف ايه، جهز نسكافيه كده وارجع لعب تاني. طيب عشان ما اطولش عليك بس في الكلام يا صديقي تعالى نتكلم على الكونكر مبدئيا كده على السريع. يعني انت مش هتكلم في اساسيات، مش هقول لك هتلعب سيرفر ايه، مش هقول لك هتلعب جنوب امريكا، مش عارف، مش هقول لك الكلام ده خالص. اظن انت عارف الكلام ده، واللي متابعني من فتره عارف برضو الكلام ده وعارف انا بتكلم في ايه وافضل طريقه للعب الكونكر هي ايه. النهارده بس انا جاي اقول لك على 3 4 خدع كده يا صديقي هتقدر من خلالهم ترفع تقييم وتحافظ على تقييمك ان شاء الله. طب يا صديقي مبدئيا كده النهارده هقول لك برضه على خدعه ممكن تخلي الجيم معاك بوتات شويه، يعني مش الجيم كله عشان ما اكدبش عليك، هيكون بس شويه من الجيم. يعني ممكن نص الجيم هتلاقي بوتات كتير جدا، خاصة لو انت بتلعب دو هتحتاج الخدعة دي جدا، لان الدو غالبا ما بيبقاش فيه بوتات كتير، فلازم تعمل الطريقة ده يا صديقي. مبدئيا كده احنا هنعدل في اللغة زي ما انت شايف قدامك كده، هنعدل في اللغة الأولى هنغير اللغة العربية دي خالص، مش هنخليها لغة عربية. طبعا عشان اللغة العربية بينزل معاك السيرفر المصري أو أيا كان السيرفر السوري أو العراقي، بتبقى سيرفرات بابجي عملتها سيرفرات. طيب امال انا هعملها لغه ايه؟ بص يا صديقي هتعملها اللغه الاولى وهي لغه اسبانيا، اي دوله اوروبيه. علشان هتقول لي اسبانيا ليه؟ هقول لك يا صديقي لان اسبانيا الناس فيها مش قوي، يعني الناس ما بتلعبش فيها قوي، حتى لو نزل معاك لعيبه بيكون لعيبه تعبانه شويه، اللي هي عاديه يعني، مش لعيبه توب زي اللعيبه العرب مفيش بصراحه اقوى منهم انا في رايي. اما اللغه التانيه بقى يا صديقي تعال نشوف اللغه التانيه. اللغه التانيه هنعملها اللغه الصينيه. طيب اللغة الصينية برضو عشان نفس الحوار نفس الكلام. طبعا اللغة الصينية ما بينزلش معاك لعيبة كتير، بينزل معاك بوتات. ولكن انا عايز اقول لك حاجة لازم تنتبه وانت بتلعب تقييم، لان اللعيبة اللي زي البوتات سواء في السيرفر الصيني او ايا كان ممكن يقتلك. ما تستهترش باي لاعب او ايا كان تقول عليه ده بوت او مش، لا العب واقتل يا صديقي اي حد يجي قدامك. طب يا صديقي في حاجه بقى هنتكلم عليها طبعا بعد ما نبدا نستارت. انا معرفش بقى انت بتلعب دو ولا سكواد ولا سولو، ايا كان الطريقه اللي انت بتلعب بيها استخدم الطرق اللي انا هشرحها لك دلوقتي. طيب الخدعه دي يا صديقي هي عباره عن ان انت او جليتشات بسيطه كده، 3 جليتشات. هو جليتش واحد ولكن في اماكن مختلفه، يعني جليتش واحد في اماكن مختلفه. طبعا يا صديقي قبل ما اتكلم عن الجليتش عايز اقول لك اول ما تنزل تلعب لازم تلعب في مود كره القدم، لان انت يا صديقي اللعبه بتبقى عطيك بطاقه هديه تنزل تفايت تجيب كيلات براحتك تعمل كل حاجه، عشان في وقت ما تعمل الجليتش تبدا تحافظ على تقييمك. انت هتعمل الجليتش عشان تحافظ على تقييمك، مش عشان يا صديقي تبدا تجيب كيلات، لا هتعمل الجليتش عشان تحافظ على تقييمك وترفع تقييمك وتاخد مركز في الدو، خاصة لأن الدو بيكون في آخر الجيم حوالي 40 لاعب. فأنت يا صديقي تابع معايا. مبدئيا كده يا صديقي زي ما أنت شايف قدامك كده إحنا محتاجين حاجة واحدة فقط. طب إيه الحاجة واحدة دي؟ هي البسكليتة اللي هي العجلة يعني. طيب البسكليتة دي في ناس كتيرة مش عارفة أماكنها يا صديقي. في بسكليتة هنا على طريق طبعا او جسر مطار، زي ما انت شايف قدامك كده يا صديقي الجسر بتاع المطار هتلاقي عليه في مكان كده مخصص للبسكليتة، تبدا تاخد واحده
في عندنا بقى صديقي جليتش نقدر نعمله على الجسر. طب ايه الجليتش ده؟ نقدر يا صديقي نستخبى في المكان اللي انت شايفه قدامك ده. هتبدا تيجي عند المكان ده يا صديقي، او عند الصندوق او عند العربيه البايظه دي، وهتبدا يا صديقي تعمل قفز للعجله، توقفها والجلاشه كده، وتفضل تعمل ركوب لحد ما تدخل جوه الصندوق. طيب ايه ميزه الجليتش في المكان ده بالذات؟ ميزه الجليتش ده في المكان ده بالذات يا صديقي ان انت اي حد هيجي يعمل كمين، هي نيد واحده هتخلص على السكواد كامل. محدش عارف مكانك. هتبدا صديقي تدخل جوه، تبدا زي ما انت شايف قدامك كده، شفت البوت جه عليا ومش عارف ايه والكلام ده، وما لا دمجني ولا اي حاجه. انت عارف لو في بوت وانت واقف اوبن اكيد هيدمجك، فطبعا يا صديقي انت مش شايف نهائي، محدش هيقدر يعرف مكانك. طيب هي دي نفس الخدعه، ولكن الخدعه دي للاسف مش هتتعمل الا بالبسكليته. يعني يا صديقي ما تجيبش موتوسيكل او موتور وتروح تعمل خدعه، لا. وبرضه يا صديقي ما تنزلش في اول الجيم تعمل خدعه برضه، لا. انزل فايت، انزل في مود كاس العالم، انزل فايت، هات كلات، هيكون عندك مره تانية ريفايف، المره التانية تبدا تحافظ على تقييمك وتعمل الخدعه. طبعا اصدقائي لو برضه عندنا كذا طريقه. اي مكان فيه صندوق، اي مكان فيه تقدر تعملها في حمام السباحه بتاع سكول، تقدر تعملها في مطار، في المكان ده اللي انت شايفه عند العمود الكبيره دي، لو الزون قافله في المطار تقدر تعملها هنا يا صديقي. طيب انا مثلا عملتها في المكان ده زي ما انت شايف قدامك كده صديقي، دخلت جوه برضو عادي بنفس الطريقه. وبرضو يا صديقي عندنا نقدر نعملها، لو عايز اعملها في النفق اللي قدامك ده هتروح تعملها برضو يا صديقي، تقدر تعملها في اي مكان، في كل حته تقدر تعمل الخدعه دي يا صديقي بكل سهوله. طبعا الخدعه دي هتقدر تحافظ لك على تقييمك بنسبه 90%. لو الزون قافله معاك حرفيا انت تاخد الجيم، مش محتاج اي حاجه تانية، تقدر برضو تستخدمها في لقب المسالم. كده صديقي كنا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى لو وصلت لنا استفدت مني. انزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل الاشعارات على الكل. اشوفكم فيديو اخر، مع السلامه.